خصها واحد لو ديكليك، وخاصها لاعبين مميزين، لان ما تنساش بان لا الجماهير تضغط، وكان ما كانش بقات كتضغط بشكل كبير رغم ما كتكون هزائم كتسنى، لان الفريق ولاو حسوا بان فريق راه جاي غادي يكون فريق جيد. لاعبين اللي استرجعوا القوه ديالهم كالظهير الايمن والظهير الايسر، شفنا الحفيظي كيفاش ولات القوه ديالو، شفنا وسط الميدان الدفاعي متميز بشكل كبير في الراقي، لان الراقي ولا دابا معادله صعبه وسط الملعب، كيفتك الكره وكيصنع الاهداف. هذا من اللاعبين اللي مميزين. شفنا نابيدي كيفاش كيقاتل وسط الملعب. دونك هي روح الرجاء رجعت ليها. نعم. وشفنا بن حليب اليوم سجل هدف عوض يوسف الخديوي وسجل هدف رائع. هدف رائع بالرجل اليسرى، رغم انه هو كيضرب بالرجل اليمنى، ولاعب اللي هو ولد المدرسه ديال الرجاء، عنده ثقافه ديال الرجاء. هذا هما اللاعبين اللي ممكن ان يستافدوا منهم الرجاء البيضاوي مستقبلا، وعندهم ثقافه كرويه، لان ما تنساش الرجاء البيضاوي كانت مريضه، الان في الصحه الكامله ديالها غادي يكون معادله قويه بالنسبه للمقدمه وبالنسبه للدوري المغربي. نعم. رصيد الرجاء كيرتفع ل 37 نقطه بعد هذا الانتصار. سي محمد لوبيرا اخطا الحسابات ديالو خلال هذه المباراه. بالفعل، فالمدرب المغرب الثواني اليوم اخطا، لان علاش؟ لان الفريقين اولا كيعتمدوا نفس النهج التكتيكي، اللي كيعتمدوا فريق الرجاء هو نفسه اللي كيعتمد فريق المغرب التطواني، غير الفرق هنا كيكمن في اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي هما اللاعبين اللي متميزين نعم. تقنيا وحتى تكتيكيا، فاللاعبين اللي متشبعين تكتيكيا. لهذا كما كتشوف في النهج التكتيكي اللي كيعتمدوا فريق الرجاء البيضاوي، فهم كيلعبوا كما كنلاحظوا بدون راس حربه، فقط اللاعبين اللي يعني اللي وسط الميدان واللي عندهم نزعه هجوميه كيمشيو مع العمليات، يعني كيمشيو مع لاكسيون. وهذا النهج هذا كيعطي فرصه ديال التسجيل لاي لاعب يمكن يسجل، لان كيخلق واحد الزياده عدديه على مستوى الهجوم. حنا كنشوفوا هنا الراقي من اللي هو مدافع اوسط كيفتك الكره بسرعه وكيمشي، يعني كيمشي الامام، يعني يحول الهجمه. وشفنا كاع جميع الكرات جميع الاهداف يعني مشاو من الرجل ديال اللاعب راقي، يعني 3 الاهداف اليوم من 5، 3 ديال التمريرات كلهم من اللاعب راقي. وحنا كنشوفوا حتى في ضربه الجزاء اللي تحصل عليها فريق ماشي هذه اللي تحصل عليها فريق الرجاء، فاحنا شفنا في منطقه ديال العمليات ديال فريق المغرب التطواني، ورغم ذلك ان اللاعبين كيحاولوا يمشوا في ديك الهجمه المنظمه وديك التمريرات القصيره بين اللاعبين. اليوم فريق المغرب التطواني كان ما ضربش حساب هذا النهج التكتيكي اللي نهجوا فريق الرجاء البيضاوي، والنتيجه كانت ثقيله وكتعكس المستوى اللي ظهر به اليوم فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراه. نعم سي نور الدين، من مباراه الكوكب المراكشي والرجاء كيحقق انتصار تلو الاخر بمعدل 3 أهداف وشويه، يعني هذا معطى تاكد على ان الفريق فاق من بعد المرض ديالو. كنظن ان الرجاء البيضاوي سجل في 6 المقابلات 17 اصابه، اللي بعض الفروق هي ما سجلتهاش في تقريبا في 21 مقابله. فريق الرجاء البيضاوي فين هو الصعوبه ديالو حاليا؟ فين قوي في استرجاع الكره، قوي فين ما يخليكش تخرج الكره في الضغط العالي، قوي في لاعبين مهاريين. فريق اللي عنده لاعبين اللي هما في الخط الامامي متميزين بشكل كبير، لا من ناحيه السرعه لا من ناحيه الذكاء، سرعه اللاعب، لان ذكاء سرعه اللاعب مهمه بشكل كبير. شفنا بابنداي كيفاش كيضغط على اللاعبين وكيفاش كيلعب ورا ظهر اللاعبين وكيفاش خاض الكره ودار واحد البريسينغ ودار واحد البيرسي وضرب الكره والكره كيتسناها في اوساغونا. دونك هادو ميكانيزمات اللي كيضغطوا بهم على الفروق. دونك الرجاء البيضاوي ولا في جميع الخطوط ديالو متكامله مع المهارات الفرديه، ولاو فريق اللي هو منضبط تكتيكيا مع المدرب، ولاو عندهم هذاك الحس الجماعي والكرات اللي ممكن ان يستخلصوها بسرعه ويحولوها الهجمات مرتده سريعه، وهذا كله كيرجع للفضل ديال مابيدي وديال الراقي. دونك ولا فريق هو متكامل رائع. حارس شفنا كيفاش كيتميز وكيفاش كيدافع على العارين ديالو. دونك الرجاء البيضاوي اصبح قوي
كنظن انه المقابلات الجايه غادي نشوفوا رجاء اخر، وغنشوفوا الوداد حتى هو، لان ما تنساش بان الرجاء جايه، الوداد غيحس بواحد لان الخطر اللي جاي كبير جاي من الرجاء البيضاوي. دونك الوداد غادي يكون حتى هو ملي غنشوفوه قوي، وغنشوفوا دوري المغربي ما بين الرجاء والوداد بقوه كبيره. نعم سي محمد.